ازيكم؟ معاكم دكتور عطية، والنهارده هكلمكم على واحد من أهم المشاكل اللي بتقابل البنات والشباب الأطفال حتى الناس الكبيرة. مفيش حد سلم منها. مشكلة التدخين الإلكتروني أو الفيبنج. قال لكم برضو تجربتي الشخصية إن أنا دكتور صيدلي وفي نفس الوقت شاب اتأثر بالمجتمع اللي حواليه، وندمان جدا إن أنا قعدت فترة بدخن الهبابة دي. للعلم أنا عمري ما دخنت ولا سجاير ولا شيشة ومش مهتم بيهم. طبعا المشكلة دي هي ملهاش عمر معين، سواء أنت بقى طبيب، مهندس، محاسب، دليفري، ايا كانت مهنتك، وظيفتك، مكانتك الاجتماعيه، شغلك او برستيجك، لازم هتلاقي حد في دايرتك ماسك الفيب وعمال يشد منها ليل نهار. والموضوع معمول للجنسين، هو للبنات والمراهقات، حتى الستات الكبيره كمان. يعني لما بتحبش ريحه السجاير مثلا وحد يكتشف ان هي بتدخن الفيب. النهارده هنتكلم على تاثيرها والاضرار الناتجه عنها وازاي نبطلها. اول حاجه هتوقعكم في سكه الفيبنج دي هو التاثير الاجتماعي والسلوكي. لو انت او انتي قاعدين في شله حواليكوا ناس بتفيب، لو انتوا في الجامعة، في المدرسة، في الشغل، في المكتب، في البيت، انتوا في ناس حواليكوا، طبيعي انتوا في البداية ايه القرف ده، انا مستحيل اقرب لحاجة زي كده، لا الحاجات دي بتاعت الكانسر والمشاكل بقى والبلاوي دي، لا 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 انا بعيد عنها يا عم، انا هخاف على صحتي. ولكن انت واحدة في واحدة لما بتشم الروائح الحلوة بقى، ريحة الكاندي والبطيخ والبسكوت والبلوبري والحاجات دي، انت ممكن تعجبك الريحة ولكن ما يعجبكش الفعل. كل اللي بدأوا الفيب، سواء البود اللي هو دخان السيجاره او الفيب اللي هو دخان الشيشه، اللي هو الدخان اللي هو بتاع الكبابجي ده، اللي هو بتطلع بقى دخان في حفله باربيكيو، فاهم؟ في ضغط بشكل غير مباشر من المجتمع، اللي هو انت ازاي ما جربتش الطعم ده؟ لا ده انا جايب البراند ده من بره مصر. انا هقول لك على واحد صاحبي بيجيب لي حاجه بريميوم، لان في محادثات وفي كوميونتي وفي مجتمع وجروبس على الفيسبوك وعلى انستجرام وبيجات وحاجات زي كده بتتكلم بس بالتفصيل عن ايه احسن نوع وايه احلى طعم وايه احسن تجربة وهكذا. زي ما قلنا هو بيجي من ضغط الصحاب، وطبعا هو مدخل من مداخل الشيطان. يعني هو انت بتبدأ بحاجة بسيطة زي دي، بعد كده بتلاقي ان هي مش كفاية، بتبدأ تخش على اللي بعدها، على السجاير. السجاير طعمها وحش، طب ما نجرب الشيشة، حجر المعسل الاصل، مش جايبة همها، طب ما نخش بقى في المخدرات، نخش في الحشيش، نخش في الويد. نفسك بعد كده بقيت مدمن وبقيت تشرب كحول، بقيت خمرجي وحشاش. وانت في الاول وفي الاخر انت اصلا كنت بتكره الحاجه دي وكنت بتتريق على الناس اللي بتعملها. ولكن انت وصل بيك الحال ان لو الفيب بتاعتك فصلت انت ممكن مزاجك يبقى وحش وتبقى متعصب ومخنوق. وبمناسبه موضوع انك متعصب ومخنوق ده، فده ينقلنا لاول نقطه وهي الادمان. اي حد بيشرب فيب او بود او ديسبوزبل، اللي هي اللي بتتشرب دي بعدد بفات معين وبتخلص، دايما هتبقى مدمن. ليه؟ لان الليكويد اللي انت بتجيبه وتحطه في الكويل ده فيه نيكوتين. النيكوتين ده مادة ادكتيف، يعني ادمانية، سهل جدا انك تدمنها لان هي محفز مباشر للجهاز العصبي. يعني مخك متعود ان انت دايما بتحط له الفيشة دي او بتدي له الحافز ده، تيجي بعدها في يوم تشد الفيشة، تلاقي ان الوقت قليل اللي انت بتشحن فيه الفيب بتاعك، قاعد عمال تاكل في نفسك وبتدور ممكن تاخد فيب بتاعت حد من صحابك تقعد تشرب بيها لحد ما بتاعتك تتشحن وتخلص وترجعها له، وبعد كده تاخد بتاعتك انت وتشد فيها تاني. منظر طبعا يعني وحش قوي قوي، خاصة لما تلاقي حد ادلت او حد كبير، تلاقي شاب في العشرينات او في الثلاثينات، تلاقي عنده التصرفات بتاعت الاطفال دي، ان هو ماسك في حاجه مش عايز يسيبها. مفيش حاجه تقلل من هيبتك ومن رجولتك اكتر من كده. يعني حتى لو جيت تبصوا في الافلام او في المسلسلات هتلاقوا دايما يعني بيجيبوا البطل يدخن سيجاره او سيجار لو هو بقى رجل اعمال وغني وكده. ليه؟ لان يعني فيهم نوع من الغموض او نوع من الذكوره، الفريم الماسكلين. لكن عمرك ما هتلاقي مثلا بطل في فيلم وشخصيه قياديه، او هتلاقي حد مبادر في حياته وبياخد قرارات مهمه تلاقيه ماسك فيب عمال يمصمص فيها. يعني هي اصلا متماركت لها ان هي تبقى للتين ايجرز او اللي تحت ال 20 سنه. معظم الناس دي قانونا المفروض ان هم ما بيبقوش متعرضين للسجاير، لان السجاير بتتباع للي اكبر من 18 سنه. لو مش هقدر ابيعها له قانونا، ما انا ممكن ابيع له جهاز الفيب اللي بيتباع في محلات الاكسسوارات عادي، واي طفل هيبقى يقدر ان هو يستهلكها، يفضل يمصمص فيها لا مؤاخذه، من غير ما ابوه او امه ياخدوا بالهم بقى من ان شفايفه بتسمر، سنانه بتسود. امك لما تيجي تشم ريحه هدومك مش هتلاقيها سجاير يعني، فمحدش هيكتشف. الدخان بتاعها كده كده ما بيبانش. يعني اي حاجه فيها نيكوتين هي ادمان، اتقفل الموضوع. ما تقعدش بقى تدور على 5 فوائد للنيكوتين، ازاي النيكوتين بيأثر في المخ وازاي بيفوقني وبيخليني مركز. فكك من الهجص ده. انت عايز تبقى انسان حر الارادة ولا عايز تبقى عبد الجهاز تايب سي؟ يعني انت اختار. تاني خطر من اخطار الفيب اللي محدش بيتكلم عنها، يعني مش عارف ليه، هو الاكسبلوجن او الانفجار. ايوه زي ما سمعت، معظم الفيبس او البود بيبقى جواها بطاريه. البطاريه دي بتتشحن وبتفصل، وصدق او لا تصدق بتنفجر. ما ينفعش احط صور الناس اللي جرى لها الحاجات دي على الفيديو عشان ما يتمسحش،
لو جيت تكتب فيب اكسبلوجن على جوجل هيطلع لك كم من الحوادث الموثقه من صحف كبيره مثلا زي CNN، هتطلع لك ناس انفجرت وهي في جيبها، يعني رجله اتسلخت، حد تاني فقد سنانه كلها ولسانه اتحرق بسببها، انفجرت في بقه وهو بيشد نفس، حد تاني فقد عينه، ودي كلها حوادث مشهوره جدا وموثقه. يعني انا ما بجيبش حاجه من عندي، لازم تبقى فاهم ان البطاريه دي يعني هتلاقي ان من وسط 50 100 ألف فيب أكيد هتلاقي في واحدة بطارية بتاعتها الفولت مش مظبوط، أو حصل كيميكال رياكشن يعني تفاعل كيميائي جواها، أنت بتشحنها مثلا بكابل غير بتاعها، هي قنبلة موقوتة في جيبك. الفيب اللي هتنفجر دي لو مش بتاعتك هتبقى بتاعت صاحبك، هتبقى بتاعت صاحبتك، هتبقى بتاعت قريبك. لازم تبعد الجهاز ده عنك قدر الامكان، وده منتشر في الكترونيات كتير زي الموبايلات وزي اللابتوبس، فدي حاجه مش جديده يعني علينا. مش لازم يعني ندوق من نفس الكاس عشان نتعلم الدرس، ما يعني نشغل مخنا. اي حد ابن حلال في الكومنتس هيقول لي يا عم ما هي دخان خفيف، فاش بقى ولا الاطران ولا المواد الكيماويه بتاعت السيجاره الوحشه اللي بتسود لك بقك وتجيب لك كانسر وتجيب لك وتعمل لك الحاجات الوحشه دي. يا عم ده بخار ميه، يعني ده بخار ميه ما فيهوش حاجه. لا يا حبيبي، فيه بخار الميه اللي انت بتستنشقه ده بيبقى فيه جليسرين، معادن تقيله او هيفي ميتالز، فورمالدهايد، ولو انت مش عارف الفورمالدهايد ده سم قد ايه، فدي ماده بتكون موجوده في المبيدات الحشريه. مش عارف انت ليه بتدخل سم الجسم؟ انت للدرجه دي بتكره نفسك؟ انت للدرجه دي شايف ان انت مالكش قيمه وجسمك ده علبه زباله انت عمال ترمي فيها اي حاجه؟ يعني يا بني ادم شغل مخك شويه. انا بقول لك سم، انت بتشرب سم. يعني ما عنديش اي تفسير تاني اقوله لك، ان الموضوع مش روش. يعني فعلا هو مش حاجه مش روشه يعني وبعدين انت كده ما بقتش اغنى، ما طلعكش 6 باكس، يعني ما حدش هيحترمك، البنات مش هتبص لك تقول ايه ده بيشرب فيب لازم اروح اخد رقمه دلوقتي. لا، ما فيش حد بيقول كده. معظم الوقت البنات بتقول عيل خريان اللي قاعد هناك ده، شايفه شويه العيال الهطل اللي قاعدين عمالين يمصمصوا في البتاع اللي في ايديهم دي. انا سمعت بوداني قبل كده واحده بتقول كده على شباب شايفاهم وهم بيدخنوا فيب. حط نفسك مكان البنت، كلامي هنا للرجاله، يعني حط نفسك مكان البنت. انت لو انثى يا سيدي وبترتبط بالراجل بقى اللي هو سواء زوج او خطيب او وات ايفر، لقيته ماشي ماسك، معلش ثانيه واحده يا حبيبتي، كملي بتقولي ايه؟ اه انا فاهم، مركز معاكي. ومحدش يتريق عليا او يقول ان انا ببالغ، لا انتوا بتشربوا كده، انا كنت بشرب كده. انا ما وصلتش بصراحه لمرحله الادمان دي، انا في الاول وفي الاخر دكتور صيدلي برضه، فانا عارف الليله دي اخرها ايه. يعني انا كنت بشرب اقل حاجه اللي هو 6 مللي جرام نيكوتين، وبصراحه ما كملتش فيها اكتر من اسبوعين ثلاثه. يعني بيني وبينكم ما استرجلتش نفسي بصراحه وانا بعمل الحاجه دي، خاصة ان انا راجل رياضي طول عمري وفورمة بقى ومدرب، وبساعد الناس بقى ان هم يعملوا الفورمة اللي نفسهم فيها. دي حاجة يعني كانت اصلا ضد مبادئي وكانت بتحسسني بالنفاق بصراحة. ما عنديش منطقة رمادية، هو يا ابيض يا اسود، يا انت بني ادم صحي يا انت بني ادم غير صحي. ما ينفعش ابقى انا بساعد الناس انها تعمل فورم وهم يطلعوا عروق بقى وسكس باكس وبيتش بادي مدرب وكده، بقى لا مؤاخذة في الدرة كده بشد لي نفسين عشان مكسوف، من شكلي قدامهم وانا بالبدلة مثلا او بالبلطو، ويشوفوني وانا ماسك البتاع عمال امصمص فيها. ما بتحترمش نفسك ليه؟ انت عارف انها بتسبب لك مشاكل وتسبب لك ازمه والتهاب رئوي وميه على الرئه. كمان انا لاحظتها وهي التغير في الصوت. انا صوتي لاحظت ان هو بيتغير، بيبقى اخشن، بحسه ما بيطلعش بسهوله او بسلاسه. كان صوتك هيتغير لو انت فضلت كتير قوي بتشرب فيب، لان الفويس بوكس وصندوق الصوت اللي بيبقى فيه الاحبال الصوتيه مش بتهتز بنفس التردد الطبيعي للمدخن عن غير المدخن. موضوع كارثي بكل المقاييس. يعني بقول لك انا اسبوعين والتالت كنت بص مرعوب اصلا وانا بجرب. تخيل بقى الناس اللي بتشرب ب 10 18 25 السولت نيكوتين بقى، اللي هو اكتر صوره مركزه من النيكوتين اللي هو اصلا ما فيش اي كائن حي ممكن يستوعبه. احنا كبشر بنستهلكها، مفيش اي مبرر يخليك تكوي صدرك، تقلل الاكسجين اللي ماشي في الدم وللقلب. اصلا كم الابحاث اللي اظهرت تاثير الفيب على ضربات القلب وعلى النفس وعلى كميه الاكسجين اللي بتبقى موجوده في الدم، وربطت التدخين بكل انواعه، مش التدخين الالكتروني بس او الفيب او البود. يعني بص اخوات كده، امراض القلب والرئه والفيب. طيب يا دكتور خلاص كرهتنا في عيشتنا وفي الفيب وفي الدنيا كلها، اعمل ايه بقى عشان ابطل؟ هقول لك، ويعني عايزك تصدقني، هو قرار. انت بتقرر ان انت زهقت من نفسك، انت بتكره نفسك في الحاله دي، انت بتحب نفسك قوي ومش نرجسيه بقى والهبل ده، لا انت بتحب نفسك، يعني فعلا بتقدر النعمه اللي ربنا اداها لك، لان هي فتره الشباب مش كبيره، من 20 ل 40 سنه تقريبا، هو ده يعتبر شبابك، هو انت في عز صحتك
طاقتك وقوتك ونشاط كل حاجه فيك، يعني اعضائك كده بتشيل الاستيكر من عليها، يعني على الزيرو، فاهم قصدي؟ فانت اما تبقى بتحط في جسمك اللي ربنا مديهولك، ربنا مديك فيراري، انت عمال تحط فيها جاز على ديزل على سولار على، بص انت بتبهدل العربيه، بتخليها ولا التوك توك. مع احترامنا للتوك توك يعني مش بقلل من حد، ولكن انتوا فاهمين قصدي. فهو قرار، انت لازم تقرر. الموضوع ده فعلا مشكله. انا مش هستنى لما ابقى قاعد على جهاز الاستنشاق نايم على السرير في عنايه مركزه والدكتور بيقول لي انا هعيش كام يوم او عندك كانسر في الرئه لما ندخلك جلسه الكيماوي. يعني انت ما تحبش المصير ده لنفسك ولا لغيرك. لازم توعي غيرك، انشر الفيديو ده لزمايلك، انت اتكلم، يعني خليك انت اداه في الخير، واسعى في ان انت تنشر الوعي بين الناس، لان الموضوع متاخد بهوان قوي زياده عن اللزوم. يعني الفيب دي ظهرت اخر 10 سنين تقريبا، من 30 40 سنه مثلا ما كانش فيه مبدا الالكترونيك سموكينج او التدخين الالكتروني او الفيبس بقى والبودز والحاجات دي بقى. كمان دلوقتي الايكوس طلعت، يعني دي حاجه بتكلم عليها في فيديو مخصص ليها لان هو بيزنس ابن كلب اصلا. لكن يعني زي ما قلت لكم انا بطلتها عن طريق قرار. بخاف من ربنا، انا بحب نفسي، بحب مظهري، بحب برستيجي، مش عايز اي حاجه تقلل منه. انا لازم ابطل البلوه دي. اخدت القرار زي الجميل واتوضيت وصليت ودعيت ربنا ان هو يهديك وان هو يتوب عليك منها. لازم ترمي اي حاجه ليها علاقه بالفيب دي، اي كويل موجود، اي زيت او بوتل من الليكويد اللي انت بتستخدمه او حد من صحابك جايبهولك، حاجه انت شاريها على امل ان انت تستخدمها بعد كده، يا ريت ترجعها، او يبقى احسن واحسن ان انت ترميها في الزباله وتستعوض ربنا فيها. هيجي حد يشغل دماغه تاني يقول لي طب وليه يا عم؟ طب ما اديها لحد او الناس مثلا اللي بتدخن سجاير يشرب فيب وهو كده كده هيبطل وخلاص. لا، يا اذكى اخواتك، انت بتاخد ذنوب لان هو تدخين، والتدخين حرام شرعا، وبيفطرك لو انت صايم. لو انت صايم وولعت سيجاره انت كده بتبقى فاطر وصيامك لا يعتد بيه. بدل ما اخدت السم ده وترميه في الزباله تروح تسم بيه حد غيرك، يعني اتقي الله يا اخي. تالت واخر حاجه هتساعدك في ان انت تبطل، وهي انك تبعد تماما عن اي حد بيدخن معاك الفيب او كان بيقف معاك في النادي، في القهوه، في الشغل. عارف ان هو كوميونتي كده وناس بتقف مع بعضها تدخن ويعزموا على بعض ويجربوا كده. ابعد عن الناس دي كلها. ولو في منهم ناس يعني قريبين منك زي اخواتك قرايبك، يعني حد ما تقدرش ان انت تقطع علاقتك بيه، تقول له والله انا بطلت، بعد اذنك ما تدخنش قدامي وابعت البتاع دي عن وشي عشان انا مش عايز اضعف. هي دي الطريقه الصح، ان انت مجرد ما تتخلى عن الفكره تماما وتنساها اصلا كانها مش موجوده. انا عارف ان انت هتحس انك بتاكل في نفسك في الاول، وهتلاقي انك يعني متعود ان في حاجه بتعملها وانت بتشرب كوبايه شاي او كوبايه قهوه او بتشرب النسكافيه بتاعك الصبح. انت متعود ان في جو كده، في دخان، في حاجه تعمل جو كده وتسيب طعم حلو كده على لسانك. الموضوع انا فاهمه لان انا كنت بحبه قوي مع القهوه كل يوم الصبح، بس مش معنى ان هو حلو ان هو يدمر لي حياتي ومظهري الاجتماعي وكل حاجه. كسبني ذنوب على الفاضي، يعني الواحد بيتشعلق في رحمه ربنا، مش ناقصه ذنوب. يعني عايزك تقاوم شويه، ولو انت بنت قومي. يعني الموضوع مش سهل، ومش عارف ليه انتوا عايزينه سهل. اي حاجه في بدايتها بتبقى صعبه، يعني من واحنا اطفال حتى بدايه المشي بتاعتنا كانت صعبه. كانوا بيحطونا في البتاع اللي هي بتساعدنا عشان نمشي دي، واهالينا كانوا بيسندونا في الاول واحنا لسه بيبيز يساعدونا ان احنا نمشي، ونقع على وشنا ونقعد نعيط. اي حاجه في بدايتها بتبقى صعبه. الجيم صعب، والدايت صعب، والشغل صعب، والصلاه اوقات كتير بتبقى صعبه وبتبقى تقيله عليك. سواء اي حاجه صعبه ليها قيمه، طعمها حلو. عملت الحاجه الصعبه تلاقي في دوبامين رش كده. كل الناس تعمل الحاجه الغلط دي، بس انا قدرت ان اتحكم في نفسي وما اعملهاش. انا ذكر ما وقعتش فريسه للخرا ده، وحتى لما وقعت برضو تحت رجلي قدرت ان انا ابطل. لازم العقليه دي تكون عندكم في الحياه عامه، يعني بعيدا عن الفيب بقى والهبل ده. يعني في الحياه عامه ما تبقاش اسير لحاجه، ما تبقاش كده بني ادم منطوي، يعني عبد المزاج وعبد الكيف. واحدة واحدة انت هتلاقي نفسك يعني صدرك بدأ يتحسن، تنفس احسن، مناخيرك سلكت. لو مناخيرك بتبقى مسدودة على طول خاصة في فترة الشتاء، تلاقي بقى صحبتك بدأت تتغير لان انت ما عدتش شبه الناس اللي بتدخن. فانت عايز كوميونتي تاني تقرب له، فهتلاقي مثلا كوميونتي بتاع الناس بيلعبوا كورة، الناس اللي بتروح الجيم. عارف ان في ناس بتلعب رياضة وبتدخن، نقي منهم اللي ما بيدخنش. ما تستسكاش عليا، ما بحبش البني ادم اللي بيطلع الخازوق في اي حاجه كويسه. يعني نقي صاحبك، ما تروحش تنقي اللي بيتمرن برضه بيشربها. يقول لك يا عم طب ما انا بشربها اهو وانا فورمه ومية مية واحسن منك. لا يا عم، خليك لنفسك، ربنا يحميك ويتوب عليك. انا مش عايز ابقى كده. بس كده.
اتمنى يكون الفيديو عجبكم، عايزكم تاخدوا بالكم من صحتكم. الفيديو ده عجبكم يا ريت تشيروه عشان ناس كتير قوي تستفيد، ويعني الوعي ينتشر. وللتدريب او المتابعه الاونلاين معايا، تمرين وتغذيه وادويه، هسيب لكم الواتساب بتاعي في الديسكريبشن. بس كده، اشوفكم في الفيديوهات الجايه. سلام.